السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب جريد 6. برحب بيكم، معكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، وإن شاء الله النهاردة بنشرح مع بعض ليسون 3. طبعا خلصنا مع بعض ليسون 1 and 2 اللي هو كان بيتكلم عن الانتجرز، وعرفنا يعني ايه نيجاتيف نمبر صح، وعرفنا كمان نعمل comparing between two integers. النهارده ان شاء الله هندخل بقى على حاجة أكبر من الانتجرز وهي الراشونال نمبرز. تمام؟ لو انت ما اتفرجتش على الفيديو اللي فات ما ينفعش تكون بتتفرج عليا هنا دلوقتي. ما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب كده ان شاء الله، وكومنت جميل، ويلا بينا نبدا مع بعض. بص بقى كده معايا، الليسون بتاعنا الجميل بيبدا بحاجه يمكن هي اهم حاجه في المنهج اصلا عشان هي مكمله معاك. بيعرفك يعني ايه راشونال نمبر. الراشونال نمبر ده يا بابا ده في الحاجات اللي ما كانتش موجوده في السيتس اللي فاتت او في الحاجات اللي درستها قبل كده. انت عارف ان الكاونتنج فيها من اول 1 2 3 4. عملنا الناتشورال اكبر منها عشان فيها الزيرو، بعد كده الانتجرز اللي ظهرت عشان فيها النيجاتيف زياده. ولكن انا لما يكون عندي بقى ميكسد، عندي ديسيمال، عندي فراكشن، الحاجات دي بقى احطها فين؟ قال لك كل الحاجات دي جمعناها في الراشونال نمبر، وكمان معاها الحاجات القديمه اللي هو عادي الانتجرز عادي والزيرو عادي. تمام؟ خلي بالك بقى، قال لك ان الراشونال نمبر هو اي نمبر ممكن تكتبه في صوره فراكشن. يبقى اي نمبر حضرتك هتعرف تكتبه في صوره فراكشن. تمام؟ اي نمبر حضرتك هتعرف تكتبه في صوره فراكشن، فبنقول عليه ان هو راشونال نمبر. مستر بالراحه كده، ال3 دي راشونال؟ ايوه، عشان ممكن تحط لها تحت 1 عادي. اتكتبت في صوره A over B تبقى راشونال. صعبه؟ ما انت لو حطيت لها تحت 1 انت كده ما غيرتش حاجه. طيب يا مستر لو معايا 8 لو حطيت لها تحت 1 هتفضل برضو ايه؟ هتفضل برضو راشونال. في اي مشكله؟ طب الزيرو راشونال؟ ايوه، عشان ممكن احط له تحت 1. طب اسال سؤال، لما يكون عندي 3.2 دي راشونال؟ ايوه، عشان ممكن تتكتب في صوره فراكشن. مستر هتتكتب في صوره فراكشن ازاي؟ بص يا حبيبي، 3.2 دي انت عارف هتكتب 32، وطالما الديسيمال بعد ديجيت واحد نحط تحت 10. بس في اي مشكله كده في كلامي؟ طبعا. طيب نكمل مع بعض، مفيش اي مشكله. عايز بس اوريك حاجه كده في شكل فين. انت عندك الكاونتنج اهي، بص بقى كده معايا، عندك الكاونتنج اهي، اصغر حاجه جواها الناتشورال، والناتشورال جواها الانتجر، وهم كلهم جوه الراشونال. يعني خلي بالك بقى من الحته دي، يا ريت تكتبها دلوقتي عشان هنحتاجها بعد شويه. الكاونتنج جوه الناتشورال، يبقى ما ينفعش تقول لي الناتشورال جوه الكاونتنج. يبقى الكاونتنج جوه الناتشورال، والكاونتنج والناتشورال جوه الانتجرز، والكاونتنج والناتشورال والانتجرز جوه الراشونال. في اي مشكله؟ وبنحط طبعا الزياده. يعني مثلا لو انت عايز تبقى فاهم، ادي الكاونتنج اهي فيها مثلا 1 and 2. طبعا هي جوه الناتشورال اللي فيها الزيرو زياده، طبعا كلهم جوه الانتجرز اللي فيها النيجاتيف، نيجاتيف 10 نيجاتيف 11 مثلا، وكلهم جوه الراشونال اللي فيها زياده الميكسد والفراكشنز طبعا والديسيمالز كلها. في اي مشكله كده في الكلام ده؟ طيب عشان هناخد الموضوع ده دلوقتي كمان شويه. تمام؟ طيب اهو الراشونال نمبر يا حبيبي وارد يبقى انتجر عادي، وارد يبقى مش انتجر. مش انتجر دي اللي هي الفراكشنز والديسمال. لو هو انتجر وارد يكون نيجاتيف، وارد يكون ناتشورال، والناتشورال بيبقى يا زيرو يا كاونتنج. طبعا دي تقسيمه يعني ليك انت مش اكتر. طيب اهو قال لك ان ذا اوبوزيت فين دايجرام، وقال لك حط لي دول على شكل فين. هو عمل ايه؟ راح رسم شكل فين اهو. تعال ناخد يا عم الشكل الفاضي. كاونتنج جواها الناتشورال، جوه الناتشورال، والناتشورال جوه الانتجر، وكلهم جوه الراشونال. يلا بالراحه كده، مين الكاونتنج هنا؟ عندك الكاونتنج هنا اي نمبر عادي، اي نمبر عادي بنقول عليه كاونتنج زي ده. مفيش غيره تقريبا. وزي ال 15. تمام؟ يبقى هنا هنحط 782 عشان ده كاونتنج و15. طيب الناتشورال بيبقى فيها الزيرو زياده. خلي بالك ده مش معناه ان الناتشورال ما فيهاش غير زيرو بس، لا يا حبيبي، الناتشورال جواها الزيرو وجواها الكاونتنج برضو. طيب الانتجرز اي حاجه نيجاتيف بس هول. تمام؟ خلي بالك، يبقى نيجاتيف 10 تنفع، ونيجاتيف 6 تنفع، نيجاتيف 0.5 ما تنفعش، هي نيجاتيف بس هي راشونال. يبقى نيجاتيف 10 تنفع ونيجاتيف 6. طبعا الراشونال بيلم الباقي بقى، هيلم لي الميكسد طبعا، وهيلم لي الفراكشنز زي ال 3 اوفر 4، وهيلم لي النيجاتيف 0.5، وبس كده وشكرا، ومساله اتحلت. طيب السؤال اللي بعده
بيقول لي رايت ذا جيفن راشونال نمبر، امسك لي كل نمبر كده واكتبه لي في صوره A اوفر B. لما يكون عندك نيجاتيف 3 هتحط لها تحت 1، دي امرها سهل. طب ده ديسيمال، ادي النيجاتيف ملوش دعوه، 31 تنزل، طالما الديسيمال بعد 2 ديجيتس نحط تحت 100. طب لو الديسيمال بعد 3 ديجيتس بنحط 1000. يعني مثلا ايه الفرق بين 3.1 3.01 3.001؟ 3.1 دي اللي هي 31 اوفر 10، 3.01 دي اللي هي 301 اوفر 100. طب دي اللي هي 3001 اوفر 1000. هنا حطيت 10 عشان الديسيمال بعد ديجيت، هنا حطيت 100 عشان الديسيمال بعد 2 ديجيتس، هنا حطيت 1000 عشان الديسيمال بعد 3 ديجيتس. طيب ده ميكسد، بتعمل تحت تايم وفوق بلس، 3 تايم 5 15، 15 بلس 2 يبقى 17 اوفر 5. هنا طبعا دي كانها 25 اوفر 10، فكده كلهم كتبناهم في صوره ايه؟ في صوره فراكشن. طيب الحته اللي جايه دي عشان مهمه جدا، حاجه اسمها البيست سبست، يعني هي افضل ست ليها ايه، او هي سبست من ايه. طبعا ده طالما ديسيمال وانت مغمض يبقى راشونال. حبيبي ده نيجاتيف 3، ايه البيست سبست بتاعته؟ الانتجر. واحد هيقول لي يا مستر ازاي يعني انت بتهزر، ما هو نيجاتيف 3 ده راشونال. هقول لك ماشي، بس مين البيست سبست؟ يعني الست الجديده اتعملت عشان خاطر مين؟ عشانه. طب الفور ده كاونتنج، الزيرو ناتشورال عشان هو كان زياده في الناتشورال، ده هول عادي يبقى ده كاونتنج، طالما ده هول يبقى كاونتنج عادي. تمام. ده فراكشن يبقى راشونال. في اي مشكله؟ وبس وكمل انت. طيب بعد كده بقى نخش على حاجه مهمه جدا، امتى اختار بلونج ونوت بلونج، وبعد شويه على طول بعدها هقول لك امتى سبست وامتى نوت سبست. بص يا بابا، بلونج ونوت بلونج ودازنت بلونج لو لقيت element مع ست، نمبر مع ست، او نمبر مع ست، نمبر مع ست. اقول تاني، اكتبها عندك في الكشكول، اي نمبر مع ست يبقى يا بلونج يا دازنت بلونج. لو موجود بلونج، لو مش موجود دازنت بلونج. وهتاخدها تاني في بريب 1، بس هتاخد السيمبل بتاعها، هتعرف ان بلونج دي العلامه بتاعتها، بس عاش عليك دلوقتي، ودازنت بلونج دي العلامه بتاعتها، عامله زي حرف الاي كده. طيب النيجاتيف 3 اوفر 7 موجوده في الانتجرز، ده فراكشن موجود في الانتجر، لا يبقى نقول ايه؟ دازنت بلونج، نكتب هنا دازنت بلونج. النيجاتيف 4 موجود في الكاونتنج، لا يبقى تكتب دازنت بلونج. اكس دي يعني دازنت بلونج، بس انت تكتب كده ما تكتبش اكس. الزيرو موجود في الناتشورال يبقى بلونج، الزيرو موجود في الراشونال، اي حاجه موجوده في الراشونال يبقى بلونج. نخش على حته مهمه بقى، بص بقى اللي جايه دي، ست مع ست، اهو ست اهو مع ست، ها ست طيب مع ست، ست مع ست، يبقى يا سبست يا نوت سبست. لو جواها سبست يعني جواها جزء منها، لو مش جواها نوت سبست. برضه هتاخد ان دي علامه السبست لما تكبر السنه الجايه، ودي علامه النوت سبست، بس ممنوع تستخدمها خالص دلوقتي، اديني قلت. الانتجر جوه الكاونتنج، لا طبعا. ازاي الانتجر اللي كبيره اللي فيها النيجاتيف زياده والزيرو هتبقى جوه الكاونتنج الصغيره؟ ينفع الام تبقى جوه بطن العيل؟ ينفع؟ ولا العيل هو اللي جوه بطن الام؟ نفس الكلام بالظبط. يبقى دي نوت سبست. طب الناتشورال جوه الانتجر؟ طبعا، طالما اصغر تبقى سبست، لو اكبر منها يبقى لا. الكاونتنج جوه الراشونال، اي حاجه جوه الراشونال دي الست الكبيره فيها كل حاجه. طيب الراشونال جوه الناتشورال لا. طيب طبعا التشيك ده تقدر تحله، احنا لسه حالين زيه بالظبط. وبقول تاني، لما تلاقي نمبر 4 واجي اقول لك الانتجر الفور موجود يبقى تقول لي بيلونج. لكن لو قلت لك الست بتاعه الكاونتنج والراشونال يبقى تقول لي سبست. فرق بينهم يعني. ندخل مع بعض بقى على اخر حاجه، ازاي نعمل ريبريزنتيشن للراشونال نمبرز على النمبر لاين. طبعا نفس الكلام هنا، الزيرو عادي، الزيرو عادي موجود في الميدل، والنمبر رايت بوزيتيف والنمبر ليفت از نيجاتيف. تمام. طيب ازاي بقى نحط نمبر زي ال 3 اوفر 4 ده على النمبر لاين؟ وهي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. تعالى بقى افهمك حاجه كده بسيطه. الانتجرز لما كنت بتحطهم على النمبر لاين كان الموضوع اهبال خالص. بتحط النمبر 1 2 3 4 نيجاتيف 1 وتلون على النمبر اللي هو عايزه، ولو قال لك مثلا 10 كنت بتطول النمبر لاين شويه. طب هنا بقى بص بقى، هتروح تعمل نمبر لاين كده، تمام؟
ماشي. خلاص سوري على النمبر لاين التعبان ده. تعمل نمبر لاين كده، تحط مثلا هنا الزيرو وتحط ال1 بس بعيد شويه. مستر انت بتعمل ايه؟ عادي والله، حط ال1 بعيد، ولو جيت حطيت 2 تحطها بعيد زيها نفس المسافه. يعني لو جيت حطيت نيجاتيف 1 هحطها هنا. هو عاوز 3 اوفر 4 صح؟ 3 اوفر 4 ده واقع بين الزيرو وال1. طب انا هعمل ايه بقى؟ بص يا حبيبي ركز بقى كده معايا الله يكرمك. الزيرو دي ايه رايك لو خليناها 0 اوفر 4؟ ما هو 0 اوفر 4 بزيرو، 0 اوفر 3 بزيرو، 0 اوفر 1 عادي. طب مش معنى الفور عشان هنا عندي في تحت 4 اهو. طب ايه رايك ان ال1 دي اخليها 4 اوفر 4؟ ما انت عارف ان اي نمبر ديفايدد نفسه ب1 4 اوفر 4. طب ليه خليتها 4 اوفر 4؟ عشان عندي الدينومينيتور 4. بص بقى ركز في الحته دي، مش دي 4 يبقى اكيد في بينهم 3 لاينز وسطنهم يلا. طب لو كانت 5 يبقى في 4 لاينز. طب لو كانت 7 في 6 لاينز. يا رب نكون بنفهم. طيب اكيد ايه اللي بين 0 اوفر 4 و 4 اوفر 4؟ اكيد عندك 1 اوفر 4 بعدها 2 اوفر 4 بعدها 3 اوفر 4. هو عاوز 3 اوفر 4 لون عليها كده. يا رب نكون فهمنا، ما تقلقش. تعالى اعمل لك دي نيجاتيف 3 اوفر 4. ايه الفرق بين دي ودي؟ ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف. ده واقع بين الزيرو وال1، لكن ده طالما نيجاتيف يبقى واقع بين الزيرو والنيجاتيف 1. وافهم بقى، مش دي نيجاتيف 1 هخليها نيجاتيف 4 اوفر 4. مش دي 4 يبقى في 3 لاينز برضه هي بالظبط. ايه اللي بين 0 اوفر 4 ونيجاتيف 4 اوفر 4؟ عندك نيجاتيف 1 اوفر 4 وعندك نيجاتيف 2 اوفر 4 وهو الغلبان ده نيجاتيف 3 اوفر 4. ادينا اهو اتعلمنا ازاي نحط الحاجه على النمبر لاين، واهي قدامك واضحه كمان هنا اكتر لو انت مش فاهم اللي انا عامله، بس اظن ان شاء الله سهله يعني. طيب نفس الكلام الاوبوزيت. فاكرين الاوبوزيت بتاع الدرس اللي فات؟ الاوبوزيت بتاع ال3 نيجاتيف 3 وبتاع ال4 نيجاتيف 4. نفس الكلام الاوبوزيت بتاع النيجاتيف 3 اوفر 4 3 اوفر 4 هي. يلا نعمل جراف للنمبرز دي. طبعا عندك ادي حط الزيرو اهو، حط ال1 2 3 بس بيبحبح عشان يعرف يحط الفراكشنز. طبعا هو بيحط كام لاينز بين اي 2 انتجر؟ بيحط 3 لاينز. بيحط 3 لاينز اهو، يعني هو مقسمهم كانهم كوارترز تقريبا. ايوه كوارترز. 1.5 دي يعني ايه؟ يعني بين ال1 وال2 بس في النص بالظبط اهو، بين ال1 وال2 في النص بالظبط. دي مش محتاجه حاجه. الهاف مش محتاجه حاجه عشان الهاف دي بين الزيرو وال1 في النص بالظبط اهو. ال2 اوفر 8 دي لو انت بتفهم شويه تعملها سمبليفاي، اعمل ديفايد 2 فوق وتحت زي ما انت عارف. 2 ديفايد 2 يبقى 1، 8 ديفايد 2 يبقى 4. دي كوارتر اكيد، يعني كوارتر يبقى بعد الزيرو، ما دي كانها 0 اوفر 4 يبقى دي 1 اوفر 4 دي الكوارتر. طب عارفين يعني ايه نيجاتيف 2.5؟ بالراحه تعال نقول 2.5 في الاول بس ركز الله يكرمك. بص بقى 2.5 دي يعني بين ال2 وال3 في النص، يعني المفروض اللي هي هنا 2.5 بس هو ما طلبهاش، هو قال لي نيجاتيف 2.5 يبقى بين النيجاتيف 2 والنيجاتيف 3 في النص اهي، في النص بالظبط. يعني حتى لو ما فيش لاينز هعرفها. اخر واحده بقى نيجاتيف 3 اند كوارتر. بالعقل طالما نيجاتيف 3 وشويه يبقى اكيد وقع بين النيجاتيف 3 والنيجاتيف 4 اهو. النيجاتيف 3 والنيجاتيف 4 بس في اول واحده، عشان دي نيجاتيف 3 اند كوارتر، دي نيجاتيف 3 اند هاف، دي نيجاتيف 3 اند 3 فورسز. طيب تمام. اخر حاجه قبل ما اقفل الدرس تعالى كده ارسم لك دي عشان الموضوع يبقى سهل. ادي بحط الزيرو عادي مش لازم في النص قوي يعني، وهنا ال1 ببحبح، وهنا يا عم الايه ال2 ببحبح، وهنا يا عم ال3 ببحبح، وهنا النيجاتيف 1 لازم نفس المسافات، وهنا نيجاتيف 2. نغير اللون كده يلا بينا. الناس اللي ما بتحبش الرسم اديني بشرح. تعالى دي عشان بحبها واحطها، اي حاجه فيها هاف بحبها تمام وبحبكم برضه. طيب نيجاتيف 1 اند هاف يبقى دي واقعه بالنيجاتيف 1 ونيجاتيف 2 في النص اهي، مش محتاجه بقى فقاقه. طب نيجاتيف هاف واقعه بين الزيرو والنيجاتيف 1 في النص، مش محتاجه فقاقه. طب ايه 2.75 دي اللي انا جايب المساله مخصوص عشانها؟ 2.75 دي يا حبيبي يعني 2 and 3 forces. انت درست الكلام ده. 0.75 يعني 3 forces، و 2.25 يعني كوارتر يبقى 2 and quarter، و 2.5 دي انت عارفها يعني 2 and half. اعرف الحاجات دي ليك. بص يا حبيبي 75 دي معناها 3 forces، يعني انا هقسمها ل 4 لاينز. بص بقى بس خلي بالك بين ال 2 وال 3 احط 3 لاينز بقى عشان اقسمها ل 4. 3 لاينز هفهمك حاجه، دي هنعتبرها 0 اوفر 4، وال1 ده هنعتبره 4 اوفر 4،
وال2 دي انا هعتبرها 8 اوفر 4. تعالى كمل يلا امشي معايا بالله عليك ما تتلخبطش. دي 0 اوفر 4 0 اوفر 4 1 اوفر 4 2 اوفر 4 3 اوفر 4 بس هو مش عايزهم 4 اوفر 4 5 اوفر 4 6 اوفر 4 7 اوفر 4 8 اوفر 4 9 اوفر 4. ما هي 8 اوفر 4 بقى اللي هي 2 اند كوارتر 2 اند هاف 2 اند 3 فورسز. يبقى هي دي 2 اند 3 فورسز اللي هي 2.75. تمام. عامة الرسم الراشونال يعني ما تحطوش في دماغك قوي، انت بس افهمه. ادي الاكسرسايزز اهي. طبعا حبايبي نظام جريد 6 كل جريد مختلفة. نظام جريد 6 معايا زوم ميتنج. تمام. عايز تعرف المواعيد تقدر تكلمني على الرقم الموجود في الديسكريبشن. نظام الزوم بتاعي بيكون سيشن على زوم بتخليك مش محتاج لاي حاجه تاني. طبعا ما بيكونش زي فيديو اليوتيوب. فيديو اليوتيوب انا بشرح الدرس وخلاص. لا، السيشن بتاعتي بتحل معايا، بتبعت لي الاجابات على الواتساب. في جروب واتساب للطلبه اللي موجوده في زوم، بتبعت لي الهوم ورك وبعلم لك الهوم ورك. بيبقى فيه طبعا متابعه، بيبقى فيه كويزات، بيبقى فيه جوائز، بيبقى فيه هدايا. بتبقى خلاص انت معايا مش محتاج لاي حاجه تاني. بتواصل معاك، بيبقى فيه كونكت بيني وبينك كده. تقدر طبعا تفتح المايك وتسال لو انت حاجه مش فاهمها وانا بشرح، وبيبقى الشرح طبعا تفصيلي وبيبقى فيه تفاعل. لو انت حابب طبعا تحضر معانا طبعا تقدر تكلمني على رقم الواتساب. بالتوفيق ليكم ان شاء الله. كان معكم مستر عبد الرحمن مدرس الماس، والسلام عليكم.